شكرا. شكرا. شكرا جزيلا. لقد تلقت الدفعة المتخرجة التي تنتصب أمامكم اليوم في اصطفاف مهيب تكوين نظري وتطبيقي معمقا امتد على مدى 12 شهرا، شمل الإعداد النفسي، التحضير البدني والرياضي، وعملية تدريبية متكاملة جمعت بين المعارف الشرطية والأمنية والقانونية لمواجهة التحديات المتنامية، حيث صممت في شكل وضعية مهنية وتجسدت في صلب المهام الميدانية المنوطة بعون الشرطة، معتمدة على تقنيات بيداغوجية متطورة في طليعتها المحاكاة المهنية الواقعية التي تضمن جاهزية ميدانية شاملة وتأهب مستدام. وقد تعزز هذا الرصيد المعرفي بتدريبات تطبيقية ثرية ومتنوعة نفذت على مستوى المصالح العملية بأمن الولايات بمختلف أشكال تشكيلاتها، بما فيها الوحدات الجمهورية للأمن ومصالح شرطة الحدود. هذه التدريبات الميدانية المكثفة أتاحت للطلبة فرصة ثمينة للاحتكاك المباشر بالواقع العملي وتعقيداته من خلال الإلمام الدقيق بالمهام الشرطية، استعدادا لمجابهة التحديات ورهانات الميدان ذات الصلة بمهام الأمنية بمختلف أبعادها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتبعها تهديدات لا تماثلية وبيئة إقليمية مضطربة ومخططات عدائية متعددة الأشكال تحاك للنيل من أمن الجزائر وصمودها ومناعتها. السيدات والسادة الحضور، إن التكوين الشرطي الذي تصل على تأطيره ومتابعته مديرية التكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني لم يبقى بمنأى عن التحولات العميقة التي تشهدها المناهج التكوينية في العالم، فكان من أولويات الرؤية الاستراتيجية الطموحة لقيادة الأمن الوطني في تأهيل أفراد الشرطة اعتماد منهج المقاربة بالكفاءات لما لها من إفرازات إيجابية كتقليص فترة التكيف مع الأعباء المهنية التي سيواجهها الطلبة عقب التخرج وتمكينهم من مواكبة جدية للتحديات الأمنية المتسارعة. كما يتزامن حفلنا هذا مع اختتام الدورة التكوينية 35 لنيل صفة ضابط شرطة قضائية، والتي شملت 149 موظف من سلكي مفتشي وحفاظ الشرطة. وتتمثل هذه المحطة المفصلية بداية عهد في مساره المهني يحمل في طياته أمانة كبيرة ومسؤولية جسيمة، وتتطلب قدرا عاليا من التفاني والإخلاص في أداء الالتزام المهني، ويستتم من خلالهم تعزيز مختلف مصالح الشرطة القضائية عبر التراب الوطني. ضيوفنا الكرام، أغتنم هذه السانحة الباهية لأتوجه بأزكى آيات التقدير والعرفان إلى السيد المدير العام للأمن الوطني نظير تفضله بالإشراف الشخصي على مراسم حفل التخرج، وإلى كافة الحضور كل باسمه ومقامه الخاص على تشريفهم لنا ومشاركتهم الفاعلة في هذا الحدث البارز. السيد المدير العام للأمن الوطني، إن حضوركم اليوم بيننا يترجم بوضوح حرصكم القوي والتزامكم العميق بترقية التكوين وتعزيز الجاهزية العملياتية والتحضير للمورد البشري، وبصمة دعم وتقدير لكل من لبى نداء الواجب وصار على درب الانضباط والتضحية. وشكر موصول أيضا إلى طاقم التكوين والتدريب والمصالح الناشطة بأمن الولايات الذين لم يدخروا جهدا في تغذية طموحات المتكونين، مساهمة منهم في إطراء معارفهم والارتقاء بمهاراتهم وكفاءتهم التقنية، فلهم منا أسمى آيات الشكر والامتنان. أبنائي المتخرجون، قد تعجز العبارات عن الإحاطة بما يختلج في النفس من فخر واعتزاز، وأنا آخذ بينكم اليوم مهنئا ومبارك لكم تخرجكم بعد سنة من التكوين الجاد، سنة كانت ذروة مسيرة زاخرة بالانضباط والعزيمة الصادقة. إنه يوم مشهود يجسد انتقالكم السلس لحمل أمانة عظيمة، أمانة الذود بشرف وبسالة عن أمن البلاد وحفظ مقدراتها، يوم تتجدد فيه القيم الوطنية المتأصلة تحت راية جزائر شامخة ومنتصرة تصنع مجدها بإرادة شعبها وتنهض بحزم وثبات نحو مستقبل واعد، وفاء لمن صانوا الوديعة وأدوا الأمانة. إن هذا التتويج المستحق الذي بلغتموه
يعزز فينا الثقة الراسخة بقدرتكم على تجسيد التوجيهات السامية للقيادة العليا للأمن الوطني التي تحثنا دوما وباستمرار على التحلي بأقصى درجات المسؤولية وفي حماية الأشخاص والممتلكات وصون النظام العام في إطار احترام القوانين والنظم ومبادئ حقوق الإنسان بكل عزم وتفان واقتدار. كونوا عنوانا للانضباط، قدوة في السلوك والأخلاق، وتجسيدا لصورة الشرطي الجزائري الشريف يتوشح بفخر الانتماء إلى أسرة الأمن الوطني. كونوا على الدوام جسرا متينا للثقة والتواصل بين الشرطة والمواطن من خلال تفعيل العمل التقاربي والجواري، إيمانا بأن المواطن ركيزة أساسية في المعادلة الأمنية. ساهموا جنبا إلى جنب مع الشركاء الأمنيين في الميدان، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي السليل الوفي لجيش التحرير الوطني في الذود عن حياة الوطن وصون سيادته. حمى الله الجزائر قلعة الصمود ووطن الشهداء وأمانة الأحرار. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.